السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام على قناة الشاشة تي. أهلا وسهلا ومرحبا في هذا اللقاء. في هذا الخبر: اعتقال سائق دراجة نارية يشتبه في تورطه في مقتل ضابط شرطة خلال حادث سير. أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء صباح اليوم الاثنين سائق دراجة نارية بالغ من العمر 25 سنة، وذلك لاشتباه في تورطه في عدم الامتثال والتسبب في حادثة سير مميتة نتيجة السياقة في وضعية غير ملائمة، والتي كان ضحيتها ضابط أمن ممتاز أثناء مزاولته لمهامه. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية لفرقة الدراجين يشرف عليها ضابط أمن ممتاز كانت تسهر على تنظيم حركية السير والجولان بمحيط مؤسسة تعليمية بقطاع الحي الحسني بالدار البيضاء، عندما رفض سائق دراجة نارية كان يسير بسرعة غير ملائمة الامتثال لتوجيهات أحد عناصر الدورية القاضية بالتوقف، حيث قام باستبدال مسار السير وصدم رئيس الدورية الذي توفي أثناء نقله للمستشفى. وأوضح المصدر ذاته أنه قد تم توقيف سائق الدراجة المتسبب في هذا الحادث، الذي اتضح عدم حيازته لوثائق ملكية الدراجة، والذي يجري حاليا إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية. وأضاف ذات البلاغ أنه بموازاة مع الشق القضائي من هذه القضية، فقد قرر السيد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني منح ترقية استثنائية في الرتبة للشرطي الضحية، والذي كان بصدد مزاولته لمهامه النظامية خلال هذا الحادث، كما أعطى تعليماته للمصالح الأمنية المختصة من أجل التكفل بجميع مصاريف جنازة الفقيد وتمكين عائلته من كل الدعم اللازم.